فيديو جديد. اهلا بيكم، يا رب الانترو يكون عجبكم. في الفيديو ده زي ما شفتوا في الانترو هنتكلم عن سماعه ام 010، وهنحاول في الفيديوهات الجايه ان شاء الله ان احنا نجيب البي 47 والسودو ام 1 وام 2 وكل التصنيفات بتاعت السماعات دي هنجيبها وهنحاول نجربها مع بعضينا عشان في الاخير تختار السماعه المناسبه لاستخدامك. في الفيديو ده هنتكلم عن سماعه تي ام 010 وهنكمل في باقي السلسله دي مع باقي السماعات واحده واحده. لكن طبعا قبل ما نبدا الفيديو لازم توضيح ان كل السماعات دي تعتبر صيني ومش السماعات الاصليه بتاعه الشركه، ولكن احنا هنجربهم كلهم. اول حاجه الباكج بتاع السماعه ما كانش يعني ولا هو وحش ولا هو حلو، يعني بين البنين. انت كده كده هترمي العلبه بعد ما تخلص بيها، وطبعا بيجي معاها وصله الشاحن ووصله اي يو اكس. السماعه طبعا من البلاستيك، وهنا في جزء من الرابر، وبرضك في هنا جزء من الرابر. وعندك السماعه لو لبستها كده ممكن تفتح معاك لحد المسافه ديت، ده بالحجم الطول الطبيعي. ولو مثلا فردناها زي ما فردها كده هتوصل معاك لحد المسافه ديت. ودلوقتي تضغط على زرار الباور عشان تشغل السماعه وتعمل لك كونكت بالبلوتوث من على الموبايل او حتى من على اللابتوب. بعد ما تعمل كونكت للسماعه على البلوتوث من على الموبايل هتفتح في الاعدادات بتاعه البلوتوث وهتلاقي السماعه الماكسيمم شحن بتاعها هيكون 90%، واقل شحنه ليها هتكون 20% 30%، مش هتوصل حتى معاك لحد 10%. هي السماعه فيها شويه تخليفات، ممكن كمان توصل معاك لحد 100%، ممكن توصل معاك لحد 10%، لكن السماعه بتخرف شويه. فيعني عندك ال90 وال30 دي اخر حاجه في السماعه. طيب السماعه دلوقتي بتتكون من زرار باور، زرار بيعلي، زرار بيوطي، وزرار لو انت عايز تقلب الموسيقى يمين او تقلبها شمال يعني ترجع او تطلع لفوق، وعندك زرار كبير في النص لو انت حابب توقف الموسيقى. واخر زرار حرف الام مش عارف صراحه ايه لازمته، ولكن لما بتضغط عليه بيعمل ريكونكت للبلوتوث مع تليفونك. طبعا لو حابب تعلي الصوت فانت هتضغط على الزرار ضغطه طويله هيعلي معاك، والعكس صحيح. طبعا السماعه بتيجي بوصله بس، وانت بتجيب هيد معاك من البيت وبتشحن بمايكرو يو اس بي، هتوصل وهتشحن معاك على طول وتنور معاك بالاحمر، واول ما تخلص هتفصل وتنور معاك بالازرق. اخر حاجه بيكون فيها مدخل اي يو اكس ومدخل اس دي كارد. اما بالنسبه للبطاريه فيعني عملت اختبارات كتير ليها عشان احدد بالظبط هي بتفصل وبتشتغل قد ايه، والارقام اللي هقولها في الفيديو دي تقريبا كده يعني 99% هي دي الارقام الصحيحه. اول حاجه البطاريه بتشحن في 24 دقيقه، واللمبه بتكون منوره باللون الاحمر، ولما اللمبه تفصل اللون الاحمر يعني مش هتقلب ازرق زي ما قلت في اول الفيديو، اول ما تفصل اللون الاحمر هيكون كده شحنت فول تشارج. دلوقتي السماعه ليها 3 طرق للاستخدام. اول حاجه المدخل اليو اكس، ثاني حاجه المايكرو اس دي، واخر حاجه بالبلوتوث. اول حاجه هنتكلم عن البلوتوث. انت استخدمتها بلوتوث على الموبايل او على حتى اللابتوب فهتقعد معاك حوالي 5 ساعات استخدام متواصل، لكن لو استخدمت الاس دي كارد فهي هتخلص معاك في 2.5 ساعات. وده كان بصراحه غريب لان كنت اتوقع العكس، يعني لو استخدمتها بالاس دي كارد هتطول معايا عن البلوتوث، ولكن هو ده اللي حصل في الاختبار. طيب واحد يجي يقول لي انا مش عايز اسمع عشان اسمع بموسيقى يا عم، عايز استخدمها للجيمنج، هل تنفع للجيمنج؟ اسمع مني، لو استخدمتها بلوتوث فهي بالتأكيد ما تنفعش عشان هي يكون فيها ديلي عن اللعبة بحوالي سنتين 3. فالحل انك تكون رابطها بال AUX. طيب بما اننا ذكرنا ال AUX فانا عايزك تنسى كل اللي قلته لك في الفيديو وتركز معايا، لان ال AUX بيغير استخدام السماعة خالص. اول حاجة البطارية مش هتفصل معاك خالص لو استخدمتها بال AUX، وفي الجيمنج لو استخدمت ال AUX فهي هتكون معاك الوقت الفعلي للعب. تمام، دلوقتي احنا اتكلمنا شوية عن السماعة وبرضك في شوية عيوب فيها يعني الصراحة. طبعا السماعة ستيريو ومش هتكون مخصصة جدا للجيمنج زي ال 7.1. تاني حاجة سماعة زي دي طبعا مش هيكون فيها نويز كانسليشن. تالت حاجة انك لو مشغل موسيقى بصوت عالي فأي حد حواليك هيقدر يسمع الموسيقى اللي انت مشغلها، والسماعة صوتها عالي شوية فلو حد نادى عليك ممكن ما تسمعهوش، ولكن مش قوي يعني الحتة دي، على حسب انت مشغل ايه بالظبط. اما المايك اقدر اقول عليه كويس مقبول. والمشكلة طبعا انك لو استخدمت الايوكس مش هتكون وايرلس، وده الغرض اصلا من ان احنا نشتري سماعة زي دي. طبعا جربت سماعة في المكالمات او رنيت على اي حد كنت مشغلها بلوتوث هيجي لك 3 اوبشن. اول حاجة انك تتكلم من السبيكر، تاني حاجة انك تتكلم من التليفون، وتالت حاجة انك تتكلم من السماعة نفسها. طبعا في واحد ممكن يجي يسألني في الكومنتات هل اقدر اشغل السماعة بلوتوث وفي نفس الوقت اشغلها مع سماعة هاند فري؟ للأسف الموضوع ده
مش هينفع. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عندك أي استفسار تكتبه في الكومنتات تحت، وأنا هثبت لك تعليق بتاعي بسعر السماعة في الوقت الحالي. بس دي كل حاجة عن السماعة. طبعا السماعة ممكن تكون كويسة لبعض الناس وبعض الناس لأ، واستنوا مراجعات مني السماعات الجاية إن شاء الله. وما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للقناة أو الفيديو، وبيس اوت بيس. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك واشتراك. سبسكرايب ما هي